بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لمكافحة السرطان، أشرفت اليوم بتازا صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان على إعطاء الانطلاق للحملة التحسيسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. ودشنت سموها مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم. روبورتاج سارة جبري وعبد العالي مكاوي وتحرير لزهير الداودي. الأرقام المقدمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالا سلمى مشجعة، ذلك أن الحملة التحسيسية الجديدة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف حوالي 1,000,000 من النساء تتراوح أعمارهن بين 40 و 69 سنة. لقد وضعنا لهذا الغرض كل الوسائل الضرورية، بدءا من المراكز الصحية والأطباء المؤهلين ومراكز الكشف المبكر على مستوى كل التراب الوطني. كل التجهيزات متوفرة من قبيل التكفل على صعيد كل المستويات، من المستشفى المحلي الجهوي والإقليمي وصولا إلى المستوى الثالث المتعلق بالمستشفيات الجامعية. بنفس المناسبة دشنت صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا سلمى رئيسة مؤسسة لالا سلمى للوقاية وعلاج السرطان مركز الرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم. المركز شيد بقيمة 3.5 مليون درهم وسيعزز البنية الاستشفائية على مستوى مدينة تازا. قربوا أحسن من فاس وأحسن من الرباط. الإنسان كي يركب ويدلي يمشي ويجي خلي هذا قريب مزيان. تنفتخر بزاف بهذا سميتو اللي داروا هنايا. ما كنش من قبل ما كانش هاد المصحه هنايا في تازا. الا بغيتي شي حاجه خاصك تمشي بعيده من الرباط ولا فاس. دابا كنحمد الله ونشكرو. نتوفر على قاعة للملاحظة من أجل راحة النساء بهدف الكشف عن سرطان الثدي أو عنق الرحم. هنا نعطي قيمة للوقت، أي وقت التشخيص والمعالجة المبكرة. إنه هدفنا الأهم لخفض نسبة الوفيات بسبب السرطان. بدء العمل بهذا المركز سيمكن من القيام ب6,000 عملية فحص مع الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم في السنة الواحدة. نشير أخيرا إلى أن الحملة التحسيسية للكشف المبكر عن سرطان الثدي برسم هذا الموسم تستمر إلى غاية 11 دجنبر المقبل، وشعارها الكشف بكري بالذهب.